اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الخوت تكونوا بخير وعلى خير، وهذا النهار يلقاكم في تمام الصحه والاحوال يا رب العالمين. يوميه جديده معكم. بديتها معكم البنات من واحد الساندويتش كيجي زوين بزاف الصراحه البنات. جاني الجوع جا هائله البنات. راكم عارفين الجوع ديال اخر الليل، نص الليل. صافي البنات، عندي خبيز، خديت البصيله هكا قطعتها، ما عطيتش ديك السوريز، ما قطعتهاش، درتها غير هكاك يعني ما قطعتهاش قطع رقيقه. قسمتها على جوج، عندي لا دان فيمي وعندي الطون. صافي البنات وجدتهم عمرتهم، درت لهم الحار، جاو لذاذين البنات بالنسبه لي جا الجوع. وهنا البنات كان الغد لي النهار الاخر. صراحه البنات مابقيتش شاركت معكم حتى شي يوميه، حقاش البنات ما نكذبش عليكم هاد الايام جاني بحال الاحباط، وهذا راكم عارفين الفيديوهات ملي كيكون ما كاينش المشاهده والتفاعل انسان كيعيا والله العظيم الخوت. ولكن انا كما العاده كنشارك معكم غير نهاري كما هو، يعني ما غاديش نقدر ندير معكم شي وصفات اللي فوق من الطاقه ديالي، اولا غنجيب شي حاجه اللي فوق من الاستطاعه ديالي. انا كنشارك معكم داكشي اللي كنديرو في داري، وما كي يعني ما كيهمنيش انتقاد، ولا اللي كيهمني هو الناس اللي كيبغيوني، حيت كاين الناس اللي كيدخلوا عندك يخلي كومونتير زوين، وكنقول الله يخلي لك في ميزان حسناتك. هادشي اللي كاين البنات. هذا هو السبب البنات والله. المهم البنات، هنايا البنات راه الغد لي في الغد لي في الغدا. جاني الجوع كاين غير انا وبنتي، ما كذبش عليكم البنات، مليت من المرقه، مليت من كل شيء. جيت البنات خديت هاد الخبيزه، عجنتها عاديه، عجينه بحال باغا تعجنيها خبيزه عادي، غير زدت لها شويه د الزبده باش كتجي رطبه، ومني كدير الفران ما كتجيش كارمه، يعني ما تجيناش مقرمشه. صافي الكبيدات درت ليها بصيله كما كتشوفوا معايا مطيشه، خديت لها دنفيمين فرماج حمر. وهنايا راه بغيت ندور معكم، ولكن راه كما عارفين بلي سيبو راه خاسره ليا، فراه كنصور غير بايد وبايد لا. المهم راه كلشي عارف الطريقه كيفاش غادي تلويوها، صافي وكتجمعوها نتوما تعمروها باللي عندكم بطبيعه الحال. راه كتجي لذيذه البنات. انا عمرتها بهذاك الشيء اللي عندي صافي، ما درتش الملحه وهذا لان لدنت مالح. الفرماج الاحمر مالح، انا ما بغيتش تجيني مالحه، العجينه حتى هي مالحه. وصافي البنات درتها جمعتها بحال هكا، بحال باغي ديروا باريزيانا. ملي غنديرها في اللاطه كما كتشوفوا معايا، راه مازال غادي نضغط عليها مزيان باش ما تجينيش غليظه من الجناب وتطلع وتنفخ ليا، وراكم عارفين هذيك اللي كتشوفوا من الفوق من البصله وداكشي راه غير العماره، راه ضغطت عليها مزيان، راه ما كتجي لا غليظه لا حتى شي حاجه. بالنسبه اللي يقول لي واش كتجي غليظه في الفران ولا شي حاجه، راه كتجي زوينه البنات وهانتوما غتشوفوا. صافي هنا خديت الفرماج باش نزينو من الفوق وهكا درت دير لها شويه ديال البصيله وشويه ديال الميطيشه غير كتزيين وصافي كاضافه. وصافي البنات المهم الكبيدات راه كتجي زوينه. انا كما كتعرفوا عليا راه كنشارك معكم داكشي اللي كنديرو في داري انا وبنتي، ولا انا والزوج ديالي، راني كنشاركو معكم. كما قلت لكم الكبيدات صافي غندير لها الفرماج بحال هكا وغنشعل ليها لتحت. انا صراحه لتحت اللي كيطيب عندي مزيان، الفوق غير كنحمر صافي، كل واحد والفران ديالو الصراحه. هادشي اللي كاين الكبيدات. بالنسبه لكم البنات، كنقول لكم ما تنساوش ليا ديك الجيم، الله يسهل امركم، حيت راه كاينين الناس اللي كيتفرجوا ولكن كينساو هذيك الجيم. ديك الجيم هي اللي كتخلي كما العاده، كتخلي الفيديو يتقترح. المهم شوفوا الروينه اللي خليت، راه يلاه غادي نجمعها من بعد ما غنديرها في الفران. عاد غنجمع البنات الروينه اللي عندي هنايا كما كتشوفوا، راه تما طلقت الخبيزه فوق سميتو. انا صراحه البنات درتها غير بالقمح عاديه، كتجي زوينه البنات، كتفكرنا بدوك الايام زمان فاش كانت جداتي مسكينه كدير لينا ديك الخبيزه كنقولوا لها حنا الكوشه. داك الفران ديال العواد، كل واحد شنو كيقول لي في المنطقه ديالو، كتعمرها لينا مسكينه وكديرها لينا بالبصله والفلفله ومطيشه. وراه شكون اللي فيكم عارفه يخليها لي في الكومونتير. كتعمرها وكدير لنا في داك الفران ديال العواد، راه ما نقولش لكم كيفاش كتجي. كنقولوا لها حنا الكرون كتجي زوينه البنات، كتجي لذيذه وهائله. داكشي علاش انا بغيت نديرها حتى انا بالقمح. يعني تفكروا ديك الايام. وفي نفس الوقت البنات كما قلت لكم راه انايا هاد الفتره هادي ما بقيتش قادره لا على مرقه لا حتى شي حاجه. ما نقولش لكم البنات ما عرفتش مالي، واش غير انا ولا حتى نتوما. ملي كنفكر كنقول مع راسي اشنو غنطيب، صافي جاتني بحال صافي من داكشي ديال الكسكس والمرقه الدجاج، ما عرفتش جاتني واحد الحاله ديال اني باغا ناكل غير هاد لي ساندويش وبيتزات المهم بحال كتملي من نفس الحاجه نفس الحاجه نفس الحاجه. واخا زعما راكم عارفين انا راني يعني كل مره وشنو كندير الصراحه، ما كنبقاش زعما على حاجه وحده. ولكن ما عرفتش هاد الفتره اللي جاتني، ما عرفتش واش نتوما كتوقع لكم ولا غير انا. ممكن حيت انا غير بوحدي داكشي علاش. ايوا صافي الكبيدات كما كتشوفوا معايا، ها هي كيفاش جات. راه بغيت نقطع معكم ولكن راه بقات سخونه بزاف من الداخل البنات، راه ما قدرتش. المهم هانتوما كتشوفوا البنات راه جات زوينه وجات لذيذه وتقرمشات. انا راه خليتها تقرملات مزيان، طفيت عليها غير تحمرات، طفيت عليها وخليت لها لتحت مزيان حتى قلبتها صافي طابت مزيان عاد باش حطيتها.
صافي البنات كليت منها وخليت الزوج الكريم حتى هو شويه. صراحه والله الا زوينه ولذيذه. وكما قلت لكم راه نتوما كتعمروا باللي عندكم، ماشي بالضروري تعمروا ديروا بصله ولا مطيشه ولا يعني اللي عندكم، لا داند عندكم طون. انا داكشي اللي عندي هو اللي درته واستعملته. وصافي الكبيدات هذا ما كان. كنتمنى ينال اعجابكم الفيديوهات ديالي وتكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. بالنسبه للناس اللي ديما كياخذوا من وقتهم وكيدخلوا عندي وكيتفرجوا فيا، كنقول لكم تحيه كبيره لكم. والله يحفظكم ليا انتم اعزاز وغاليين، والله العظيم الا اعزاز وغاليين. ولا يخطيكم، الله يكبر بكم كما كتكبروا بيا. وهذا الشيء اللي كاين الكبيدات. هذه هي الخبيزه. وانا البنات راني كنت عجنت خبيز باش هكا ديال الدار كما كتشوفوا معايا، راني عجنته طيبته. درت هكا خبيزات صغيورين بالقمح بالقمح والفرن. الصراحه ما درتش القمح بوحدو. هادشي اللي كاين الكبيدات قرصتهم وطيبتهم قدامي، كان الفران باقي سخون. وصافي البنات هذا ما كان الكبيدات ديالي. هاد النهار كان عندي عامر الصراحه، كنت مصبنه ودزت طويت تساليت. المهم هنا راه جمعت الروينه وجبت اللحم على حسب شنو اللي غادي ندير ان شاء الله بالغد ليه ان شاء الله يا ربي. صافي باش يلا يطلق ليا. وكما قلت لكم البنات في هاد النهار كنت مصبنه ويعني صافي انا ديما نهار السبت الصراحه كنخليه. وكما قلت لكم البنات نهار السبت كيكون عندي عامر مشارجي، حيت كما قلت لكم انا كنمشي تقريبا يوميا لدارنا حيت هما كاينين حدايا. وكنمشي نطلع على الوالدين وراكم عارفين ما نقدرش نبقى بوحدي غير انا وياسمينه. صافي كنفيق كنجمع داكشي اللي غنجمع، الا كنت ما عاجنيش كنعجن كندير غديوه. كنتغداو انا وبنيتي وكنمشي ما كنجي حتى العشيه حتى كيقرب يجي راجلي عاوتاني نفس السيستيم. نهار السبت كنخصصو للتخمال والصابون وداكشي اللي قسم الله كنديروه. هنا البنات جيت باش نشارك معكم واحد هذيك اللي دايره ضجه دابا. المهم انا ما عرفتش كل واحد شنو كيقول ليها. هذه ديال ازاله الشعر، ما نقولش لكم البنات جربتها انا صراحه من الناس اللي عندي الزغب بزاف، يعني ماشي بزاف ولكن باين في الوجه ديالي. هذه رائعه البنات، عرفتي راه كتهنيك والله ما كاين حتى 3 ديال الدقائق 5 ديال الدقائق كتلقاي راسك حيدتي. كتحيد عليك كتسهل عليك المأموريه بزاف. هذه الصابونات هي كيقولوا لها هي بحال شكل صويبينيه ديال الكريستال. هذه للجسم. نتوما راني صورت معكم ولكن راه ياسمين راه ما خلاتنيش، هانتوما شاهدين كتجر ليا فهاديك ما خلاتنيش. انا كانت فايقه البنات. هذا علاش جاكم التصوير ما واضحش مزيان. تنعاود ندير لكم فيديو واحد اخر فيه هاد التويشيه هذه ديال ازاله الشعر. راه رائعه البنات، رائعه رائعه. هانتوما غتكونوا شفتوا الناس اللي شكروها وجربوها. راه ما نقولش لكم البنات، عرفتي راه في ساع حيدت لي الزغب اللي في وجهي. بالنسبه للموستاج واعره البنات، واعره واعره خطيره. وعندها ديك اللعيبه اللي وريتكم ديال الايدين، الا بغيتي تبدلي ليها ديك اللعيبه صافي كتشارجيها راه ديك البريز وكلشي. هذه البنات اللي قلت لكم ديال الجسم، هذه كتحيدي بها في كاع المناطق. غير كتفزقي البلاصه بلا صابون بلاتي شي حاجه، غير كتفزقيها بالماء وكدوزيها عليها غير بشويه. انا ما نقولش لكم الناس راه خطيره، هانتوما راني خدمتها لكم. هنا ملي كتكون مشارجيه كدوزي ديك اللعيبه. ولكن اكثر هي اللي عجبتني هي هاد اللعيبه اللي على شكل قلم. هذه رائعه رائعه بزاف البنات، احسن بزاف من ديك الصويبينيه. هذه هي اللي قلت لكم ملي كتبدلي بها باش كتبغي ديري في يدك هكا. صراحه البنات خطيره والله فلوسها الى حلال. خديتها بشي 170 درهم كانوا دايرين بروموسيون. ولكن ما عرفتش البنات دابا شحال دايرين حيت السيده اللي خديتها من عندها قالت لي كانوا دايرين بروموسيون وما عرفتش الله اعلم. المهم البنات انا كنصحكم اي وحده عندها المشكل بحالي يعني وجهها دغيا كيبان فيه داك سميتو تجربها وترد عليا. وصافي هنا الكبيدات كان كما قلت لكم جبت ديك اللحيمه وشديتها وطحنتها مني وريتها لكم. طيبتها هكا على شكل كفيته بحال ديك اللي كناكلوها. المهم حاولت اني طيبه غير في الدار هكا. درت فيخره درت فيخرات وطيبتها هكا البنات مع بصيله ومطيشه ميطيشه ميطيشه اختي. المهم البنات كنبغيكم بزاف تهلاو.